أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، معكم عماد العطار. قبل كده اتكلمنا عن مقتل الضابط اليمني، وقلنا إن الضابط اليمني كان استضاف مجموعة من يقال الأصدقاء، ودخلوا قعدوا معاه واستعانوا ببنتين وادوا له منوم وتم قتله وسرقوا، او كان القتل بدافع السرقه. النهارده في اول محاكمه تعالوا نشوف ايه اللي حصل في محاكمه قتله الضابط اليمني. علاقه على النيل وهتك عرض، ده المصدر اللي قدامي العربيه. طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقا، حيث نسبت للمتهمين من الأولى حتى الرابعة أنهم قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد. كشفت أولى جلسات محاكمة قتلة الضابط اليمني اللواء حسن العبيدي في شقته بالقاهرة تفاصيل عن علاقة المتهمين بالقتيل وكيفية دخولهم لشقته وقتله وسرقة متعلقاته. وقال ممثل النيابة خلال الجلسة أن الجريمة بدأت تفاصيلها يوم 13 فبراير الماضي، حيث كانت المتهمة الأولى إسراء تتنزه على كورنيش النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتصادف مرور المجني عليه بسيارته ثم وقوفه بجوارها، حيث تجاذب أطراف الحديث ونشأت علاقة صداقة بينهما، مؤكدا أن الفتاة استقلت السيارة إلى جواره وتبادلا أرقام الهواتف، واتفقا على أن يقوم الضابط اليمني باستضافتها بشقته يمتلكها في منطقة فيصل، على أن تقوم بإحضار فتاة أخرى بصحبتها يوم 15 فبراير. وتابع ممثل النيابة أن الفتاة وبعد عودتها لمنزلها روت ما حدث لقاها رمضان 29 عام الذي تربطه بها علاقة غير شرعية، واتفق سويا على الاستعانة بشقيقتها وتدعى سهير، وكذا المتهم الرابع صديق الأخيرة والمتزوج منها عرفيا، والتوجه جميعا إلى مسكن الضابط وصعود المتهمين أولا إلى مسكنه، وعقب ذلك وضع أقراص دوائية مخدرة في كوب من العصير لاحتسائه. قال ممثل النيابة إن الجناه اتفقوا على إنه بمجرد ما أن يفقد الضابط الوعي أو اتزانه يتم صعود المتهمين الآخرين للشقة والتعدي على المجني عليه بالسرقة وسرقة كل متعلقاته وما بحوزته من أموال. وأضافت النيابة أن المتهمين قامتا بأدوارهما المتفق عليها، حيث تجاذبت المتهمة سهير أطراف الحديث بجوار الضابط، وفي تلك الأثناء قامت المتهمة إسراء بوضع قرص ونصف من عقار دوائي منوم، وقامت بإذابته في كوب من عصير البرتقال. وأثناء احتساء المجني عليه للمشروب طلبت منه مفاتيح الشقة والشفرة الخاصة بالمصعد لرغبتها في النزول لمحل سوبر ماركت بجوار العقار وشراء بعض الأغراض. وقالت النيابة أن المتهمة إسراء وفور نزولها قامت بالاتصال بالمتهمين رمضان وعبد الرحمن للتقابل بمدخل العقار، وصعدوا سويا لشقة الضابط لسرقته والتخلص منه في حال مقاومته لهم. وأثناء دخولهم لمسكنه انتابت الضابط حالة من الفزع والخوف، وحاول الصياح والنداء على شقيقه وأصدقائه المقيمين بذات العقار، لكن المتهمين عاجلوه بالضرب وكمموا فمه وطعنوه بالسكين محدثين به إصابات بمنطقة الرأس وفروة مؤخرة الرأس والوجه، كما قاموا بهتك عرضه وإنزال بنطلونه وتجريده من ملابسه الداخلية لقهره وإذلاله. تابعت النيابة أن المتهمين قامتا بتفتيش الشقة وجميع كافة متعلقات المجني عليه بداخل حقيبتي سفر، إحداهما متوسطة الحجم والأخرى صغيرة الحجم، وجمعوا هواتف خاصة بالمجني عليه بالإضافة للهواتف التي يقوم باستخدامها، ومجموعة كبيرة من البرفانات والعطور ومبالغ مالية أجنبية ومصرية، وجهاز بلاي ستيشن والأزرع الخاصة به ومكوال الشعر ومحتوى
أدوات خزينته الخاصة وما بداخلها من أوراق وعقود خاصة، تملك المجني عليه لوحدات سكنية ومكاتب إدارية، وكذا مبلغ مالي قدره 2500 دولار. وفي نهاية المرافعة طلبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقا، حيث نسبت للمتهمين من الأول حتى الرابع أنهم قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، وقد اقترنت تلك الجناية بهتك عرضه بالقوة وسرقة المنقولات والمستندات والمبالغ المالية النقدية المبينة وصفا. نسبت للمتهمة الخامسة أنها أخفت الأشياء المسروقة ومن بينها الأسلحة النارية.